السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي إخواني في قناتي الثانية Everything with هبة. تدخل القهوة في العديد من الوصفات العلاجية التي تستخدم لعلاج مشاكل الشعر الصحية والجمالية، حيث أنها تحتوي على مادة الكافيين التي تحسن نمو جذور الشعر، كما تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وبعض العناصر الغذائية المفيدة للشعر. لذلك يتم استخدام القهوة كخليط للشعر لأنها تمنع تساقط الشعر وتقاوم الصلع. القهوة تساعد على نمو وتطويل الشعر، تحفز نمو بصيلات الشعر وجذورها، تزيد من رطوبة ولمعان الشعر، تزيد من كثافة الشعر، تجعل الشعر أكثر قوة ومتانة، توقف تساقط الشعر وتمنع تقصفه. اليوم احضرت لكم وصفات طبيعية بالقهوة لحل جميع مشاكل الشعر. تابعوني أخواتي خطوة خطوة. الوصفة الأولى، نحتاج إلى نصف ملعقة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بكم، كل واحدة تستعمل الشامبو الخاص بها. قوموا بترطيب الشعر بالماء الدافي، طبقوا هذا الخلطة على فروة الرأس، اعملوا تدليك بأطراف الأصابع جيدا، اتركوه لمدة 5 دقائق واشطفوا الشعر. كرروا هذا الخلطة 3 مرات في الأسبوع، تكثف الشعر، تجعله ينمو وتوقف التساقط وتجعله لامع. في أقل من 3 أسابيع تظهر نتيجة رائعة، لأن الكافيين الموجود في القهوة لما يمتزج مع الشامبو يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس ويجعل الشعر صحي وأقل عرضة للتكسر والتساقط. ننتقل الآن إلى الوصفة الثانية. نحتاج إلى شامبو الأطفال، أي نوع شامبو الأطفال عندكم، مثلا هذا أو شامبو جونسون للأطفال. ملعقة من القهوة وهي البن، نضيف لها 2 ملعقة من شامبو الأطفال، نضيف زيت الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ه، أو كبسولات الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ه، هذه المتواجدة عندكم، أي نوع ماركة عندكم استعملوها. تقريبا نصف ملعقة. نضيف القليل من الماء مقدار نصف كوب صغير ونخلط المكونات جيدا. نتركها تتخمر لمدة ربع ساعة ونطبقها على الشعر، يكون مبلول على فروة الرأس. اعملوا تدليك واسحبوا الخصل كذلك أيضا، تركوها لمدة 5 دقائق فقط واغسلوا الشعر جيدا، اشطفوه جيدا. هذا الخلطة أيضا توقف التساقط، تكثف الشعر، تزيد في نموه وكثافته، وتجعل الشعر صحي. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية الخاصة بالقهوة. كوب من الماء الدافي، نضيف له القهوة، اتركوه يتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة نصف ساعة. اتركوه يتخمر نصف ساعة وبعد ذلك قوموا بتصفيته، ثم ضعوه في قنينة بخاخ هكذا. اغسلوا الشعر جيدا بالشامبو واشطفوا الشعر جيدا من الشامبو، ثم بعد الشطفة الأخيرة قوموا برش هذا البخاخ على الشعر كامل، دلكوا فروة الرأس. قوموا بتدليك فروة الرأس، اتركوه يعني على الشعر لمدة 20 دقيقة واشطفوا الشطفة الأخيرة للشعر. هذا البخاخ يوقف التساقط، يجعل الشعر كثيف وصحي ولامع.
ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية كذلك بالقهوة للشعر. ملعقة من القهوة، وبإمكانكم مضاعفة الكمية حسب طول الشعر. نضيف له ملعقة من العسل، ونضيف ملعقة من زيت الزيتون البكر، هو من العصرة الأولى، يكثف الشعر، يوقف التساقط، يعالج مشاكل الشعر. نضعه على فروة الرأس، ونبدأ بالتدليك فروة الرأس، يعني تدليك مساج دائري من أجل تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم والأكسجين إلى البصيلة، وهذا ما يحفز تغذيتها وإيقاف التساقط وانتعاشها. نتركه لمدة 20 دقيقة، ونغسل جيدا الشعر بعد ذلك. يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر واحد، تحصلوا على نتائج مرضية بإذن الله. الوصفة الموالية أخواتي: ملعقة من البن القهوة، نضيف لها الماء، نتركه يتخمر لمدة ربع ساعة، ونقوم بتصفيته. نتحصل على هذا المنقوع. نحتاج إلى شامبو الأطفال المقدار الذي نحتاجه. نضيف ملعقة من القهوة، وملعقة من العسل، ونضيف نصف كوب من منقوع القهوة. نترك المكونات تتجانس مع بعض مليح لمدة نصف ساعة. بللوا الشعر بالماء الدافي، طبقوه على كل الشعر، عملوا تدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع. نسرح الخصل جيدا، لففوا الشعر ببلاستيك غذائي، اتركوه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفوا الشعر عادي. هذا الماسك يكرر مرة في الأسبوع، يوقف التساقط ويغذي فروة الرأس ويزيل مشاكل الشعر، يقوي الشعر ويقوي فروة الرأس أيضا. كانت هذه الوصفات الخاصة بالشعر بالقهوة البن. نتمنى كل واحدة تختار المناسب لها، هي توقف التساقط وتكثف الشعر، تزيل الهيشان من الشعر وترطب الشعر، تغذيه، تزيد في طوله، تجعل الشعر صحي ولامع. لكن ضروري أنكم تتناولوا الأغذية الغنية بالحديد، الزنك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، لتحفيز وتنشيط لتغذية بصيلة الرأس ووقف التساقط. اشربوا لترين من الماء يوميا. قصوا أطراف الشعر بطريقة صحيحة. اعملوا مساج لفروة الرأس، تدليك ولو بدون زيوت كل ليلة. ممنوع مشط الشعر أثناء وضع الشامبو فيه، دايما مشطوا الشعر وهو ناشف وجاف. ابتعدوا عن القلق، الاستخاس، الحالة النفسية تلعب دور لأنها تتسبب في تساقط الشعر. وطبعا أحيانا الحمل والرضاعة يتسبب في تساقط الشعر لأنها تغيرات هرمونية لكنها مؤقتة. هذه الوصفات صالحة حتى للحوامل، للمرضعات، للرجال، للنساء، لجميع شرائح العمر. طبقوها وجربوها وكتبوا لي آراءكم في التعليقات. نشكركم أخواتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على التواجد الجميل في قنواتي الاثنين، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قنواتي من كل أنحاء العالم. أهلا وسهلا، شكرا بزاف وإلى اللقاء. سلام.